السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرح أحمد وأنتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست بصوت فرح. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل واحد فينا، وهي إزاي تقدر تكتسب مهارات عملية أثناء فترة دراستك في الجامعة. كتير مننا في الجامعة مش بنركز على المهارات اللي هتفيدنا بعد التخرج إن شاء الله. ففي الحلقة دي هتكلم عن إزاي تقدر تبدأ تكتسب المهارات دي، سواء كان ليها علاقة بمجال دراستك أو حتى في حياتك بشكل عام. أول حاجة لازم نفهم ليه المهارات العملية دي مهمة. من البديهيات اللي لازم تعرفها إن الشهادة الجامعية مش كفاية لوحدها عشان تضمن شغل كويس. فخليني أبدأ بمثال بسيط. تخيل إنك بعد التخرج بتدور على شغل في مجالك، والشركة بتطلب خبرة إضافية زي الإكسل مثلا، أو مهارات زي التواصل أو السواقة أو أي حاجة تانية. فأنت لو ما عندكش الحاجات دي ففرصك هتكون قليلة جدا. الرسالة هنا إن الجامعة بتديك الأساس بس، لكن المهارات العملية هي اللي بتخليك جاهز لسوق العمل، وانت المفروض اللي تشتغل على ده. طب ازاي تقدر تكتسب المهارات التقنية دي؟ خليني اضرب لك امثلة واضحة عشان تكون معايا على الخط. لو بتدرس مثلا تجارة او ادارة اعمال او مهتم بالمجال ده، فابدأ اتعلم اكسل. جرب تعمل شيت تعرض فيه تحليل مالي بسيط، زي متابعة مصروفات شخصية ليك مثلا. وفي منصات كتيرة زي يوديمي تقدر تساعدك انك تبدأ في المجال ده. لو بتدرس برمجة او مهتم بيها، ابحث وحدد المجال اللي انت مهتم بيه، وتقدر بعدها تبدأ. على يوتيوب في بودكامس حلوة جدا لكل لغة زي جافا سكريبت والبايثون. بس نصيحة عن تجربة شخصية، الأفضل عشان تستمر انزل خد الكورس أوفلاين عشان يكون في شخص متابعك، فده أحسن بكتير. برضو لو بتدرس تصميم، فنزل برنامج زي كانفا أو الفوتوشوب وتعلم ازاي تتعامل معاهم من اليوتيوب، وابدأ صمم بسيطة لمشروعك أو حتى لأصحابك. فالفكرة كلها هنا إنك تدور على حاجة عملية انت مهتم بيها، تربطها بمجالك وتبدأ فيها فورا. برضو ما تنساش ان التواصل وإدارة الوقت هي حاجات أساسية بنحتاجها كل يوم، مش بس في الدراسة أو الشغل. عشان كده تطويرها لازم يكون مرتبط بحياتك اليومية. لما تكون مثلا في محاضرة أو مشروع جماعي، جرب تكون الشخص اللي بيبدأ الكلام. الحركة دي هتطور عندك حتة كده بيسموها التواصل الفعال. مش لازم تكون الأفضل في الكلام، لكن المبادرة بتاعتك دي بتقوي مهارتك. عارفة ان الموضوع صعب، بس برضو انت ما تقدرش تطور من مهاراتك وانت حاطط رجل على رجل وما بتكسرش حاجز الخوف عندك. وكمان لو بتحس دايما ان وقتك مش مكفي، ممكن تبدأ انك تخصص وقت محدد من يومك لحاجات مهمة زي كورس اونلاين عايز تاخده. ومن الحاجات اللي هتساعدك وساعدتني انا شخصيا، في تطبيقات زي كيب نوت تقدر تساعدك عن طريق انك بتعمل زي تو دو ليست كده، وتحطها في الهوم سكرين عندك، بحيث انك كل ما تفتح الموبايل تشوفها فتفتكر الحاجات اللي انت لازم تعملها. اخر حاجة عايزة اقولها، انك تحاول تستفيد من الانشطة الجامعية اللي عندك في الجامعة. لو الكلية بتاعتك بتعمل ورش عمل للمهارات دي او غيرها، اشترك فيها فورا بلا اي تفكير. صدقني، لو مفيش انشطة واضحة، ممكن تنظم مع اصحابك حاجة بسيطة زي حملة تطوعية او فعاليات جوه القسم بتاعكم، فده هيعلمك التنظيم والتواصل كمان مع الناس. في النهاية، أرجو إنك تكون فهمت إن المهارات العملية هي المفتاح لنجاحك بعد التخرج بإذن الله، مش بس في الشغل لكن في حياتك اليومية كمان. دور على فرص وابدأ بخطوات بسيطة زي اللي ذكرتها فوق، وافتكر دايما إن التطوير الذاتي هو أفضل استثمار ممكن تعمله لنفسك في الوقت ده.